بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حد معاه الجمال دي يا ولاد؟ يلا تعالوا نشوفه. بسم الله ما شاء الله. شوفوا دايب دوب ومفتح من بعضه كده كليته. شوية عسل بقى وشوية مش وايه وحاجة اخر عظم. بشلتة ايه بتاع شم النسيم ده. يلا نسمي الله ونشوفه يتعمل ازاي. يلا حبايبي. بسم الله الرحمن الرحيم. احنا جبنا هنا ايه كيلو دقيق مع معلقة ملح، وجبنا معانا المية. هنحط لهم كيلو الدقيق واخد مني 3 كوبايات ونص ميه. هنحط كوبايه بكوبايه، وهنلفه في الاول بالميه. ميه عادي يعني، عادي فتره يعني من الحنفيه عادي. جبنا اول حاجه بنلفه في بعض الدقيق بالملح، مفيش اكتر من كده معانا، وحبه بحبه وهنلفه لما تتلت في ايدينا ونعجنها. وعجنتها تبقى متماسكه، ما تبقاش متماسكه قوي، تبقى ماسكه حالها، هتبقى حلو. وهنعجنها مع بعضنا وهنشوفها. وما تحتاج احط لها شويه بشويه، ما كترش فيها ميه عشان عجنتها ما تفكش من ايدينا، وارجع تاني احط ازودها دقيق. واقف معانا للفيديو. هنا هي برضك يعني كنت عجنتها بس ما كانتش لسه برضك اتخدمت حلو، يعني لسه برضك بزودها ميه حبه بحبه. هنا هي كانت اتعجنت بقى معانا خلاص كده. وهنقسمها برضك نطرة مية، وهكمل فيها عجين. وهسيبها بقى تريح معايا ربع ساعة تريح بس. مش هقولك هي هتخمر فيها خميرة ولا حاجة، هي تريح بس. ريحتها ربع ساعة وقطعتها على 3 كور. القطعة 3 قطعات معانا اهيت. وهقوم عاملاها وهفردها على الصينية او على الرخام اللي انت بتعملي عليه. بقبططها واقوم ماسكاها مدرجاها بالدراجة او بالنشابة اللي متوفر عندك. هنا بقى الغلطة بتاعت اللي انا محطتلهاش دقيق، بس شلتها ورجعت تاني حطت لها دقيق عشان تتلف معايا. بس عجنتها كانت عاوزة شوية دقيق كمان عشان تفك من الصينية. هنا انا خدتها بدوران الصينية كليته، وفردتها بدوران الصينية. وجبت بقى معانا السمنة، كوبايتين سمنة. وهفرد شوية سمنة في قلب العجينة اللي انا فردتها. هفرد السمنة فيها كلها، مش هفرد السمنة اللي انا حطيتها، لا، السمنة اللي انا على قد المقدار اللي العجينة اللي معايا. وهفرد فيها، وبعد كده هقوم جايباها لفاها. كنت انا لسه بحط في السمنة برضو كهيت معاكم، وجربوها وشوفوا. هنا كنت انا بقى بفكها من الصينية. دي غلطتي بقى، ان انا الدقيق طلع قليل وعاوزة دقيق تحتها. يعني حسب العجينة اللي في ايديك. هي هنا شربت الدقيق، ما كانش عاد فيه دقيق، فانا بفكها بقى من الصينية بلفها وهتتلف كلتها. بس صراحة كانت جميلة يعني، ولا تقعدي تفردي ولا تعملي بقى. هنا كنت انا في لفتها برضو كهيت معاكم، وهقطعها ديت. اقطع اللي انا لفتها معاكم برضو، وهسيبها بعد ما اقطعها هنقلها على صينية تانية، واسيبها تريح على ما اخلص الثلاث قطع اللي معايا. اهي بقطعها قطع، ولا هتفردي ولا هتعملي فيها حاجة تانية بقى. خلاص هي كده خلصت. فاسهل من كده ولا اسهل ولا احسن من كده. اهي دي تاني واحدة برضك معايا. هي ما انا حطيت لها الدقيق، ما شاء الله كانت بتتلف معايا على طول. اهي خفيفة وعلى طول كانت بتتلف، ما لزقتش في الصينية ولا على حاجة. اهي ما شاء الله. هقطعها برضك. انا كده عملت 3، وهقطعها معاكم وهحطها على برضك على صينية تريح برضك ربع ساعة. اهو كنت انا حطيتها بقى هنا خلاص، وغطيتها اهوت برضك عشان تريح ربع ساعة.
شوفوا بقى اللي حصل فينا، كانت هنا الكهرباء قطعت بقى نعمل ايه بالكشافات. هناخدها القطعة بقطعتها زي ما هي وهنبططها تبطيط بس، مش فرد بدراجة ولا نشابة ولا حاجة. هنبططها وهنبططهم وهنقوم ماسكينهم بقى ايه، جايبين على كل واحدة معلقة ايه، معلقة سمنة صغيرة، معلقة بتاعة الشاي صغيرة بس كده، وهنطبقها على بعضها. الحتة اللي معايا بقى بتاعة التطبيق ديت ايه، معلش ايه سامحوني ايه، اتشالت إيه واحنا بنقص اهي. هنحط معلقة صغيرة مش حاجة، وهنلفها ايه في بعضها، هنكورها اهي. كنا احنا ايه لفيناها بقى ايه، كورناها هي، عملناها كرات. وهناخدها بقى هنسيبها برضك ايه 10 دقايق او ربع ساعة تريح معانا، وهنجيبها الواحدة بوحدتها ونبططها وهي مكورة كده. وتفرشوا دي مريحت بقى، كانت ما شاء الله تحس ان هي عجنتها طرت وبقت حلو. نبططها قرص صغيرة كده، ومعانا برضك معلقة سمنة صغيرة، ونحطها ندهن معلقة السمنة. وبعد كده نخلي النار وسط، ما خدتش معانا والله حاجة وكانت حلو. وهنحط معلقة السمنة الصغيرة في قلب في المقلاية وتسخن، ونحط على الفطير. وما نحطها نوطي النار، نخليها النار وسط عشان تستوي معانا. بس كانت ما شاء الله جميل اهيت قدامكم اهيت، وطالعه مفيش فيها لا حاجه اتفكت ولا حاجه اتحرقت ولا حاجه اتقطعت ولا اي حاجه، زيه زي اللي انت بتشتري من اي مخبز، وكان جميل اهو. واللي عندها طريقة تانية برضك احسن من كده برضك تقول. بس هي ديت حاجات صغيرة على قد ايه اللي ياكل، العيل ياخد واحدة، الكبير برضك ياخد واحدة وحلو. وما تنسوناش في اللايك والشير وتشتركوا في القناة. مع السلامة.